يا جماعه انا لسه واصل لي اوردر من عند موتف، انا متحمسه له قوي لان اولا الحاجات دي كلها تبقى مناسبه جدا للصيف، وكمان المصايف والحاجات دي كلها قماشتها لينن، يعني اللي هي بتكون كتان، فدي بتبقى مريحه جدا وخفيفه قوي للصيف. وكمان انا بختار الحاجات كانت الوانها جميله لان الكولكشن دي كلها انسبايرد او جايبين فكرتها من اللوحات بتاعه الفنانين زي فان جوخ وكده. لو في اي حد لسه اول مره يسمع عن موتف هو حاجته من الحاجات اللي هي البريميوم، فبتلاقوا ان الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، والموديلات بتاعتهم كمان شبه بتبقى فورمال او حاجات كلاسيكس فتقدر تقعد معانا اوقات كتير جدا. وبتلاقوا حاجاتهم كلها في شي ان، ولو كتبتوا موتف في السيرش بار اللي فوق بيطلع لكم كل الحاجات اللي من عند موتف. وكمان انا هسيب لكم ديسكاونت كود بيديكوا خصم على اي اوردر انتوا هتعملوه من عند موتف 15%. فمن غير اي كلام تاني خلينا ان احنا نبتدي نشوف الحاجات. اول حاجه عندنا هو التيوب دريس، ده من الحاجات الترندي جدا. اولا التيوب دريسز من الحاجات الترندي، ثانيا هو ده موديله دروبت ويست اللي هي بيكون الوسط الساقط، فده برضو حاجه ترندي. والفستان ده جاي بالحزام الاسود، واللافندر مع الاسود بيكون الجمالي. الفستان بجد روعة يا جماعة، الموديل بتاعه حلو قوي، فيمينين جدا. اولا اللون بتاعه عاجبني جدا، زي ما قلت اللون اللافندر من اكتر الالوان اللي بتبقى جميلة ورقيقة قوي. وبرده ممكن انتوا بعد كده تبقوا تشيلوا الحزام ده وتحطوا اي حزام انتوا عايزين، يعني ممكن لو عايزين تعملوه ان هو فور ايفنتس تحطوا مثلا حزام فضي او ذهبي. هو واسع شوية عليا، فهو المفروض ان هو يبقى ترو تو سايز عشان يبقى ماسك عليكم بالظبط. بجد رقيق قوي، يعني تحسوا ان سندريلا كده في نفسيكوا. فزي ما قلت الكات بتاعته دي من الحاجات اللي بتبقى فيمينين قوي ورقيقه جدا في نفس الوقت. بما ان الفستان ده واسع فاكيد كده كده هتلاقوه عندي في الستور مع حاجات كتيره جدا. الستور بتاع الانستجرام اسراء بسيوني كلوزت، اللي عايز يطلب اي حاجه من الحاجات دي بتبقى موجوده بسعر الموقع من غير جمارك، وزائد عليها ان بيكون عليها تخفيض كمان، وكل فتره بعمل بوب اب سيل. فتابعوني في الصفحه هناك عشان تشوفوا السيلز، ولو عجبتكم اي حاجه من الحاجات دي تقدروا ان انتوا تشتروها. بعدين عندنا التوب ده، برضو التوب ده inspired by one of the paintings بتاعت فان جوخ. بجد اللون بتاعها حلو قوي، الازرق مع الفوشيا مع التاتشز اوف جرين حلوين قوي. دي برضو كتان فهي خفيفه تبقى جميله جدا للصيف. زي ما قلت الاقمشه بتاعت الكولكشن دي كلها لينن، فهي كلها خفيفه جدا للصيف، وموديلاتها برضو شيك، انتوا مش لابسين حاجه خفيفه بس مش شيك، لا انتوا واخدين كله على بعض. فزي ما قلت ده عجبني جدا. دي ممكن يتعمل لها بطريقه كاجوال قوي ان احنا نلبسها على البنطلون الجينز عادي، او ممكن ان احنا نعمل لها ستايلنج ببوب كولر، مثلا ان احنا ناخد اللون الفوشيا ده او البينك ونلبس بنطلون او سكيرت عليها نفس اللون، هيبقى شكلها حلو قوي. من الحاجات الموضه جدا السنه دي اللي هي الكوتج كور، او اللبس اللي انتوا تحسوه الريف الاوروبي كده. فعجبني جدا الفستان ده لان هو ريبريزنتيشن حلو جدا للكوتج كور فايب، واوف شولدر كده وعليه رافلز من هنا. هو برضو نازل بالوسع الفيمينين الفلوي قوي مع اللون طبعا اللي again inspired by one of the paintings. فكله على بعضه مدي منظر فيمينين رقيق جدا على ان هو الكوتج كور فايب. فانتوا ممكن تلبسوه ان السنه دي حاجه ترندي، بس برضو دي من الفساتين اللي مش بتبطل خالص. من الحاجات الموضه جدا هو اللون الاصفر، فعجبني جدا الفستان ده اللون بتاعه. وكمان انا مش عارفه انتوا هتشوفوها في الكاميرا ولا لا، بس هنا في زي الامبرويدري بتاعت البوهيميان، وبرده محطوطه في الحزام. فعجبتني جدا، حسيتها ان هي تخلي المنظر برضو ينفع جدا المصايف، والقماشه بتاعته جميله. ده غير اللون اللي هو full of life كده، بحس ان اللون الاصفر ده من الالوان اللي بتريبريزنت الحياه والطاقه، فالستايل بتاعه هيبقى حلو قوي. يا جماعه الفستان ده بجد مفيهوش غلطه، اللون بتاعه حلو جدا، الديتيلز بتاعت الامبرويدري اللي هي في الحزام او سواء فوق، الاتنين بجد حلوين قوي. يعني انا زي ما انتم شايفين اللي فوق او الامبرويدري اللي في الحزام بجد حلوين قوي. الحزام انا ربطاه من ورا عشان انا حابه ان المنظر يبقى سليك من قدام، وعملته كده درابي. برضو موديل الباديز بتاعه كلاسيك مش بيبطل، من الحاجات الجميله جدا. الموديل ده بجد فيمينين،
full of life. تقدروا ان انتوا تدرس up او down، يعني تقدروا ان انتوا تلبسوه في المصايف مثلا عادي على سليبر واطي وان انتوا تنزلوا بيه الصبح، او ممكن زي ما انا لابساه على هيلز وكلاتش معينه وتروحوا مثلا في دينر ديت. وممكن برضو حتى to keep it for event مثلا خطوبة في جنينة، تقدروا ان انتوا تروحوا بيه حاجة كده اللي هو اللايت قوي، تقدروا ان انتوا تلبسوه برضه في المناسبات. فهو بالنسبة لي جميل جدا. القماشة بتاعته ناعمة جدا عشان هي كتان، فاديله 10/10 الفستان ده. بعد كده عندنا البلوزة البيضة الكتان دي بلوزة عادية جدا برضو. الموديل بتاعها اللي هو فيه بوهيمي كده من الحتة دي ومن التاسلز اللي موجودة، والشغل كله بتاع الباترن موجود في الامبرويدري اللي على الكم، فده مخليها من الحاجات اللي هي تبقى كلاسيك جدا، لان موديل البلوزات دي من الحاجات الكلاسيكس اللي مش بتبطل. ودي برضو تبقى حلوة جدا للمحجبات في الصيف، لان هي قماشتها خفيفة فتنفع في الصيف على بنطلون واسع، هتبقى حلوة جدا. ممكن بنطلون بيج واسع كده يبقى جميلة. البلوزة دي بجد من الحاجات الكلاسيكس جدا يا جماعة، اللي فعلا انتوا لو جبتوها هتفضل قاعدة معاكوا سنين، هي مش هتبطل. الموديل بتاعها القماشة بتاعتها برضو جميلة، وعجبني الديتيلز بتاعت البوهيميان لوك اللي من فوق ده والفستان. الاتنين لو انتوا شايفين انسبايرد باي نفس الرسمة، بس كل واحدة مستخدمينها بطريقة شكل ما، بطريقة جديدة. بصوا الطقم ده يا جماعه بجد حلو قوي، اللون بتاعه جميل، اللون الاخضر التفاحي ده حلو. البنطلون جاي بجيب، وهو باي ذا واي البنطلون استيك فبرده مريح قوي، مش حاسين بترتيفه. والطب بتاعه الموديل بتاعه حلو جدا. طقم سيمبل، طقم سهل قوي ان انتوا تلبسوه وتعملوا ستايل مع جولدن اكسسوارز على سنيكر على ساندل، تقدروا ان انتوا تلبسوه في اوقات كتير بستايلات مختلفه. فعجبني قوي الطقم ده، وحبيت برضو ان هو فيه جيب كده. بجد طقم مريح قوي وخفيف للصيف. بعدين عندنا الراب دريس ده، انتوا مش هتشوفوه قوي غير لما البسه، بس هو راب دريس كده. عجبني جدا الباترن بتاعته، محسساني ان انا طالعه من اي تروبيكال ايلاند. يعني اول انطباع اخدته كده اللي هو انا اروح هواي بيه، هو لايق قوي ان انا اكون طالعه من هواي بيه. الباترن برضو inspired by one of the paintings، بس غير كده هي الباترن صيفي قوي. زي ما قلت الفستان ده موديله حلو قوي، هو راب دريس، وتقدروا ان انتوا تتحكموا في الترسيمه بتاعه الوسط على حسب مقاسكم بالربطه اللي ورا. الشريطين بتوعهم كبار، فتقدروا ان انتوا تربطوهم كويس، او حتى ان انتوا لو عايزين تربطوهم على الجنب على حسب انتوا عايزين تعملوا ستايل ايه. الكم بتاعه برضو حلو قوي، بس هو بجد انتوا كانكم طالعين من تروبيكال ايلاند فيكيشن كده. وبعدين عندنا بقى البلوزه السودا دي، عجبني جدا الماتيريال بتاعتها. هي بصوا تحسوا ان هي فيها ايلتس كده وتكستشر، فهي مش مجرد بلوزه سودا بورينج، تقدروا برضو تعملوا لها ستايل بطرق كتيره. يعني دي مثلا على سكيرت كده فن ورافلد في الصيف تبقى حلوه، او ممكن على بنطلون بيج، او حتى البنطلون الجينز تقدروا ان انتوا تربطوها تسيبوها مفتوحه. يعني تقدروا تعملوا لها ستايلنج بطرق كتير. وبعدين نقدر ناخدها بقى على الستايلنج بالطرق الكلاسيك، اللي هو مثلا البنطلون اسود وتلعبوا بالاكسسوارز بتاعتكم. فهي من الموديلات اللي هتبقى سهله جدا في الستايلنج، فحبيتها قوي البلوزه دي. وباي ذا واي البلوزه دي اوفر سايز قوي، لان هي مقاس سمول والبلوزه كبيره واسعه، فانتوا مش هتضطروا ان انتوا تكبروا مقاس حتى لو انتوا شاكين في المقاس بتاعكم. بس كده الرايز هي دي الحاجات اللي انا جبتها المره دي من موتيف. زي ما انتوا شايفين الحاجات حلوه جدا، الوانها جميله بجد، كولكشن حلو جدا. ده غير ان القماشه بتاعتهم بجد حلوه. فا I highly recommend ان انتوا تدخلوا وتشوفوا الكولكشن دي كلها، لان في حاجات كتيره تانية فيها، فتقدروا ان انتوا تعملوا شوبينج منها. ما تنسوش ان انتوا لو اشتريتوا اي حاجه تستخدموا الديسكاونت كود بتاعي عشان تاخدوا الخصم 15%. وبس كده، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم وامتعكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.